عندما تقرأ السياسة ولا تدرك حقيقتها، عندما ترى السطور ولا ترى ما بينها، عندما تتلاحق الأحداث فتندثر الحقيقة خطوة، ترتد، تشوش سياسة وش. فللمهنية والمصداقية بوق لا تسمعه إلا هنا على راديو بص وطل. سياسة وش 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 سياسة وش كل سبت وثلاث الساعة 4 مع مصطفى خضر وعمرو عكاشة على بص وطل، أقوى راديو انترنت. اتكلم في السياسة من غير ما تكش، اتكلم سياسة وش. سياسة وش إخراج عبد الله فرج. وش ما تنسوش بقى واحنا بنكلمكم برضو عن فنزويلا، تبعتوا لنا وتقولوا لنا ايه رأيكم في تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل والمطالب اللي بتطالب بكده. ويعني معانا هيعلق لنا على الموضوع ده الكاتب السياسي والشاعر عمرو جمعة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك منورنا ومنور راديو بص وطل. الله يخليك، تسلم. ايه رأي حضرتك في مطالبة بعض فئات الشعب بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل؟ هل لو الحكومة اتغيرت ده فعلا هيغير الوضع اللي احنا موجودين فيه ولا مش هيغيره؟ يعني انا متهيألي ان احنا يعني بقالنا دلوقتي شهور من بداية تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل واحنا متربصين شوية بفكرة تغيير الحكومة. كنا في البداية اصلا ساكتين، يعني الكل كان ساكت. هل هنغير الحكومة، هل مش هنغير الحكومة؟ لكن التربص بدأ يزيد شوية بالحكومة نفسها. أنا ليه بقول تربص؟ بقول تربص لأن في تشكيك من بداية فكرة الحكومة، ولكن حضرتك لما تلاقي الناحية الواقعية هتلاقي إذا كان في تربص فهو في تربص من بعض قوى المعارضة. لكن لو نزلت حضرتك للشعب بقى بصفة عامة اللي هو مفروض ما فيش أي تربص خالص، هيقول لحضرتك إن حكومة الدكتور هشام قنديل 0/10. وبالتالي لو احنا جنبنا قوى المعارضة اللي يمكن تكون ليها مصالح سياسية أو شخصية ونيجي لفئات كثيرة من الشعب، مش هقول لك كل الشعب، هقول لك فئات يعني الشعب غير راضي أصلا عن حكومة الدكتور هشام قنديل. برضو أنا ما بتكلمش باسم الشعب، ولكن حضرتك أكيد قياسا يعني في كل بالظبط فئات عديدة جدا من الشعب رافضة، مش دكتور هشام قنديل نفسه، رافضة فكر الحكومة نفسها. نحن حتى الآن لم نجد شيئا جديدا في أداء هذه الحكومة. بدءا من الصيف، احنا الصيف يعني حضرتك مع كل النظام القديم ومشاكله وكل صراعاته السياسية وفساد وما إلى ذلك، كنا على أبسط حاجة حضرتك بتلاقي المرافق العادية من مية وكهرباء كانت تلاقيها عادية جدا. احنا مع بداية يعني حكومة الدكتور هشام قنديل بدأنا تنقطع الكهرباء، بدأت المياه تنقطع، بدأ السولار ومشاكله اللي كانت ممتدة من قبل الحكومة طبعا، لكن زادت بعد الحكومة مع أكثر. أستاذ عمرو كلمني وحضرتك كاتب سياسي، يعني كلمني عن أي حكومة في أي دولة محترمة المفروض بتكون جاية بخطة ولا لأ؟ يعني إيه خطة حكومة الدكتور هشام قنديل؟ أو يا ترى هي ليها خطة أصلا ولا ملهاش خطة؟ واضح إن ملهاش خطة. واضح إن يعني حتى الآن حتى مؤسسة الرئاسة نفسها ملهاش خطة. مع الأسف الشديد احنا أمام حكومة مختارة طبقا لخاصية يعني مش الكفاءة ولكن الولاء، ودي ناحية احنا كنا بنعاني منها في النظام القديم. أهل الثقة أو أهل الولاء احنا كنا بنعاني منها في نظام مبارك وقبله السادات وما إلى ذلك. لكن الفكرة كلها أن احنا إلى متى سنظل في هذا النزيف من الدماء، من الأعصاب اليومية للشعب المصري؟ كنا نتمنى بعد الثورة، كنا نتوقع يعني بعد الثورة ان الامور كلها تختلف، لكن الحقيقه احنا الامور بتزداد من سيء الى اسوء في كل المجالات. انا مش عايز اخصص حقيبه معينه داخل الحكومه، لكن حضرتك يعني في المستوى العام، على المستوى العام اداء الحكومه لكل حقائب الوزاريه داخل الحكومه، بدءا من رئيس الوزراء حتى اصغر وزير في هذه الحكومه. طيب سؤال اخير يا استاذ عمرو. الوزراء الحالي خصوصا ان السيد رئيس الوزراء الحالي السي في بتاعه لما كان قبل ما يكون في وزاره الري والموارد المائيه وكان يعمل برضه في نظام مبارك بالمناسبه يعني، وتولى وزاره الري والموارد المائيه بعد الثوره، لم يكن هناك اي جديد في مساله ازمه المياه التي تمت قبل تولي الرئيس مرسي. بالظبط. والان لما تم اختيار رئيس مجلس الوزراء، الحقيقه يعني حتى على المستوى الشخصي في التصريحات بتاعته هي تصريحات لا ترقى بمستوى رئيس وزراء لدوله بحجم مصر، وجاء بعد الثوره اطاحت بنظام فاسد. السؤال الاخير استاذ عمرو، قول لي البديل للدكتور هشام قنديل انه يكون الرئيس مرسي نفسه هو رئيس الحكومه،
ده شيء مطروح اصلا ولا غير مطروح؟ يعني في بعض الاخبار قالت ان لو الدكتور هشام قنديل قدم استقالته فهيبقى الرئيس الدكتور محمد مرسي هو رئيس الحكومة ايضا. لا، هو لو الدكتور هشام قنديل قدم استقالته هيبقى الرئيس مرسي مطالب بتشكيل حكومه، قد يطالب بتشكيل حكومه هو يرأسها، لكن مش بالضروره لو قدم دكتور هشام قنديل استقالته هيبقى مباشره رئيس الجمهوريه هو رئيس الحكومه. هل ده يجوز سياسيا؟ لا، يجوز سياسيا ان يتولى رئيس الجمهوريه الحكومه، يجوز، وحدثت كثيرا في العهد المصري، يمكن حدثت في بدايات ثوره يوليو، وكان يرأس رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه رئيس جمال عبد الناصر. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا شايف احنا لو بدلنا دكتور هشام قنديل بدكتور محمد مرسي فاحنا بنبدل سيء الى اسوأ مع الاسف الشديد. يعني ده كنا بنعيب على دكتور هشام قنديل انه ليس لديه خطه جاده، حتى لو خطه جاده اختلفت انا وحضرتك معاها. انا عايز خطه، انا عايز حاجه يكون في خطه. بالظبط، مفيش خطه مع الاسف. فلو قلنا دكتور مرسي، فدكتور مرسي لما جاء بمشروع النهضه، هذا المشروع البوهيمي يعني، فيبقى احنا بنقول ان واحد ما عندوش خطه لواحد اكثر ما عندوش خطه، فالمسألة هتبقى فيها شيء من الصعوبة. ده رقم يعني واحد. رقم اثنين، حضرتك بتقول لو الدكتور هشام قنديل قدم استقالته، وده فرض الحقيقة إن كان هو مطروح إعلاميا، وإن كنت أنا شخصيا أستبعده تماما، لأن قطار الإخوان يسير في على قضبان معينة لا يلتفت شماله أو يمينه، اتجاه مرسوم. واعتقد انا نفسي اعتقد يعني هم نفسهم مش عارفين هم ماشيين في اتجاه ايه اكثر من حاجه واحده بس، اتجاه الاستحواذ على السلطه بعد 80 سنه يعملون في الظلام. الكاتب السياسي والشاعر عمرو جمعة، بشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا على راديو بص وطل، نورتنا وان شاء الله تنورنا في الاستوديو يا فندم. اهلا بيك. شكرا لك. السلام عليكم. مفيش غنوة هتتغنى ولا حوادث هيحكوها، مدام السيرة مش عنا منين الكلمة يجيبوها. أنا وإنت وهو وهي بينا بتكمل الصورة، يكون كلمة في أغنية، يكون سطرين في أسطورة. الحياة جاية تنادينا بالشوق، يشرق شروق بكرة لينا. قادرين مادام عايشين والطول ايدينا قدام، لسه الحياة جاية تنادينا بالشوق، يشرق شروق بكرة لينا. تكمل السكة تلاقي التوهة ملقاها، وبينا بتترسم ضحكة يموت الهم جواها. ولما الدنيا بتعاني بنتعكز على همومنا، أنا وإنت بنتساند ونلقى نفسنا قمنا. قادرين مادام عايشين والطول ايدينا قدام، لسه الحياة جاية تنادينا بالشوق، يشرق شروق بكرة لينا.
جاية تنادينا بالشوق يشرق شروق